السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اعذرينا عشان الفيديو والتصوير وكده، التصوير مش عاجبني خالص لان ادم اللي كان بيصورني والبنات كانوا في الدرس. تمام. النهارده نزلت السوق وجبت شوية خضار وكده، فتعالوا شوفوا معايا الاسعار ايه. زي عندكم الاسعار عندنا زي عندكم وكده ولا مختلفة عن التانية؟ جبت 2 كيلو ونص موز عاملين 60 جنيه، وجبت 2 كيلو جوافية الكيلو ب25 عاملين 50 جنيه. تمام. جوافية جميلة، جوافية شتوي وحلو. وجبت 2 كيلو تفاح الكيلو ب80. اعذروني والله العظيم، انا طلعت من تحت، جيت من السوق على طول صورت يا دوبين غيرت العباية بس، لا طرحة معدولة ولا نقاب معدول، والتصوير اصلا مش عاجبني خالص، بس عشان انا تعبت في الفيديو حرام امسحه واسيبه، لازم انزله على القناة، فعشان كده شجعوني ان انا اعمل فيديو. جبت كيلو فلفل للمحشي، وجبت 2 كيلو كوسة برضو هعملهم محشي، كوسة صغيرة وحلوة للمحشي. جبت ال2 كيلو كوسة والكيلو الفلفل ب45 ب45 جنيه. جبت ازازة الزيت شطارة ب70، وكيلو سمنة كريستال عامل 100 جنيه. وجبت كيس سحلب، العلبة دي فاضية بتاعت سحلب قبل كده، هفضي الكيس ده هنا. تمام. هو نفس النوع، وسبحان الله سعر الكيس ارخص اقل من العلبة. الشتاء والايام ديت كلها عايزة مشروبات من الحاجات دي، سحلب، عايز اي حاجة كده الواحد يسلي وقته بيها بالليل. تمام. وهنا جبت الفراخ دي طازة مش مجمدة، اللي يعني هو دبح الفراخ قدام مني. جبت فرخة بيضة 2 كيلو و500 جرام عاملين 155 255 جنيه وجبت فرخة بلدي 2 كيلو عاملة 245. وجبت نص كبد وقوانص لان انا بحب الكبد والقوانص بتاعت الفراخ، عشان انا مش باكل الكبد بتاعت الكبد اللي هي المجمدة دي مش باكلها. وجبت نص مفروم، الحاجة الوحيدة اللي بجيبها مجمدة هو المفروم بس. وجبت نص بانيه ب90 جنيه البانيه، لا البانيه ب100، النص ب100 يعني الكيلو ب200. وجبت كيلو ونص وراك، الكيلو ونص دول بقسمهم على مرتين، يعني بعمل صينية بطاطس بالفراخ مرتين من الكيلو ونص دول. وكيلو الرنجة ده للناس اللي برا اللي مش بتعرف الرنجة المصرية، الرنجة دي من انضف انواع الرنجة، الكيلو ب100 جنيه. انا طلعتها كده عشان احط كل رنجتين في كيسة، عشان كل مدى كده ايه بنطلع منهم نعملهم في الغدا وكده. وجبت بقى الخضرة ديت اهم حاجة عندي في التلاجة والله العظيم، انا لو ما عنديش خضرة في البيت بحس ان البيت فاضي. جبت البصل وجبت خس وجبت جرجير وكزبرة، جبت حوالي 30 جنيه خضرة، ايوه 25. جبت 4 كيلو بصل كل اتنين لوحدهم. جبت الليمون ده ب10 جنيه. وجبت 4 كيلو طماطم برضو كل اتنين لوحدهم. جبت 2 كيلو طماطم جامدة للسلطة، و2 كيلو طماطم للطبيخ مستوية وحمرا. دي طماطم السلطة 2 كيلو. اي حد بيشاهد الفيديو، اي واحدة قولي الاسعار عندكم زي عندنا وكده في اسكندرية ولا الاسعار مختلفة شوية. وجبت 2 كيلو بصل، ده البصل بقى ده للشرب، انا بحب البصل كتير على الشوربة. تمام. ده البصل الصغير الكيلو ب10. ودي الطماطم بتاعة الطبيخ ممكن تكون فاتحة شوية عشان الإضاءة فاتحة. الطماطم رخيصة خالص، خزنوا طماطم عشان خاطر رمضان، الطماطم هتزيد والأسعار هتزيد جامد في رمضان، خزنوا الطماطم أهم حاجة. الطماطم ممكن توصل ل40 جنيه السنة دي، الطماطم ب5 جنيه، فالأسعار دلوقتي بسيطة. وادي كيلو بتنجان ب10، بعمل منه صينية مسقعة. الخضار ده يا جماعة عشان مش بنزل على طول، بنزل كل 15 يوم مرة، بجيب أكل ال10 أيام 15 يوم. تمام.
مرة بعمل فراخ في شوربة، يوم اعمل مسقعة، يوم اعمل بطاطس في الفرن، يوم اعمل عدس. انا ما جبتش لا سمك بلطي ولا جبت ولا جبت سمك شخورة ولا بلاميطة ولا اي نوع من السمك، لان السمك والحاجة دي بحب اجيبها في ساعتها، يعني يعني بحب اجيب اعمل سمك، بحب اجيبه في وقتها كده، مش عايزة اشيله في التلاجة بصراحة. وده ب10 جنيه جزر وفلفل رومي، وده كيلو بسلة بعمله على مرتين برضو. تمام، كيلو البسلة ده ب20 جنيه. البسلة بعملها على مرتين لاني باخد نص ونص، النص بيكفيني لان بحط جزرايه وبطاطسايه فبيزيد معايا بتكفينا يعني. جبت 3 كيلو خيار عاملين 45 جنيه، هاخد منه كيلو استخدمه في الاكل وكده، يعني اقطع منه على الاكل في الفطار في الغدا، واعمل منه سلطة، والاتنين تانيين عملتهم مخلل. تمام. والكرنبة دي عاملة 20 جنيه، والكرنبيطة ب15 جنيه. والخصاية جبت خصايتين بالواحدة ب5. الخصاية ب5 جنيه. اتمنى تشوفوا الفيديو للاخر، تكملوا الفيديو للاخر، وتنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. باي باي.